السلام عليكم حباباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. كما راكم تشوفوا اليوم راني جبت لكم روتين عفوي بسيط، يومياتي في المطبخ. اليوم حبيت ندير معاكم العدس على الطريقه تاعي، وغادي ندير معاكم كذلك الزيتون الطريقه الصحيحه كيفاش تحافظوا عليه، وغادي تشوفوا معايا الاسرار البطاطا في المقلاة الهوائيه لا مارك تاعها سوناشي. تابعوا معايا وبعطوني رايكم، وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كما راكم تشوفوا خواتاتي، انا هنايا درت في لاكيكوت تاعي درت شويه تاع بصل كما راكم تشوفوا، ودرت حبه طماطم، ودرت حبه زروديه صغيره. المهم الخضره ما كانش عندي، درت بالشي اللي كان عندي. يعني هذا الفيديو درته باش ما تكون عندك الخضره ما عندكش، قادره ديري بالشي اللي يكون عندك. المهم انا قليت الخضره تاعي مليح كما راكي تشوفين، قليت البصل، زيت حبه تاع طوماطيس، زيت شويه حبه زروديه صغيره، وطرف تاع شحم كان عندي. بعد اللي قليتها مليح ضفت له شويه تاع ما وميكسيته. علاش ميكسيته؟ كما انا وليداتي ما يبغوش هذاك البصل وهذيك الخضره وهذيك، درت ميكسيتهم. ومن بعد كي ميكسيتهم زدت درت الماء وخليت الماء تاعي هنايا يطبخ. نفوتوا العدس انا كي درت له في الماء حامي، خليته واحد 10 دقائق في الماء يكون حامي يغلي. علاش؟ باش هذيك الجلفه هذيك تاعه تنقلع، ومام الكحوليه ما تبقاش الكحوليه في العدس. حامي هنا راني نوريكم كيفاش ندير له بيدي، حكي بيديك وصفي بالماء وعاودي صفي. شوفي كي يخرج كيما راكي تشوفي صفر، يعني فيه دوك القشور بصح ماشي بزاف. بعد الماء تاعنا راه يغلي في القدر تاعنا، يعني في الكيكوطه تاعنا. ضفت العدس ليه. هنا كي ضفت العدس ضفت شويه تاع ملح وشويه تاع راس الحانوت وشويه قزبر ولا كرافس اش اللي يكون عندك. صحيح هنايا بلحت الكيكوطه تاعي وخليت العدس تاعي يطيب. نفوتو دروك للبطاطا. كيفاش البطاطا ما راهيش تخرج لك شابه في المقلاة الهوائيه؟ كاين اسرار. والسر دوك نعطيه لك. السر كي تغسلي البطاطا، كي تنقيها وتغسليها، هنا كي تبداي تقطعي فيها ما تعاوديش تجليها. صاي انا كما راكي تشوفي هكا راني غاسلتها، صاي دروك قطعيها. قطعيها ما تزيديش تجليها. هنايا شديري ما ديريش الملح، السر الحقيقي هو الملح. كي ديري الملح في البطاطا تاعك غادي كي تدخليها المقلاة الهوائيه تطلق لك الماء وما تخرج لك شابه عن تجربه. ونتحداك اذا درتي هذه الطريقه وما خرجت لكش البطاطا تاعك طايبه، ديري 2 مغارف تاع زيت كما شفتيني من درت، وديريها في المقلاة كما هاك. بصح الملح ما ديريش، ديريها طيب. انا درت هنا على 200 درجه لمده 25 دقيقه تخرج لك طايبه. بصح انا زدت 5 دقائق. علاه؟ وليداتي يبغوها كي شغل جايه كالشيبس، يبغوها حمراء بزاف، زدت لها 5 دقائق. صاي كلشي راه باين حبيبتي. هنا خليتها طيب على 200 درجه 25 دقيقه، بصح انا زدت لها 5 دقائق. علاش؟ باش تخرج حمراء ومقرمشه. هنا بعد اللي طابت شوفوا 30 دقيقه، والله تقولي راهي مقليه في المقله بالزيت. عن تجربه خواتاتي، ونتحداك حبيبتي والله وديري هذه التجربه وردي لي في التعليق. يعني هاد المقلاة الهوائيه مديرينها مختصه للبطاطا، ماشي طيبيها نص طياب وتقليها ومن بعد تنقسيلها، الا السر هو قاع في الملح اختي. الملح كي ديريه للخضر تاعك يطلقوا لك الماء. شوفوا هنا النتيجه كي جات البطاطا. المهم انا خواتاتي راني فت الزيتون. هذا الزيتون انا ما خدمتهش في الدار، شريته وشريت بكميه يعني راهي فايته هنا 2 كيلو. شي درتها في القرعه كيما هكا عمرتها. بصح الماء يكون حلو. شعال بعض الاخوات لقيتهم يقولوا الزيتون راه يخسر. علاش يخسر؟ لخاطرش راكي ديري بالماء تاع السباله، يعني الماء تاع العين.
وهي لا كتكوني دايره الماء يكون حلو، ديري الملح كيما راه هكا وضيفي له الماء يكون حلو باش الزيتون يبقى معاك لمده طويله. كي ديري الماء تاع العين ما يخرجلكش الشباب. المهم هنا كيما راه هاك تشوفوا، شوفوا العدس كي خرج اللون تاعه اصفر، يعني تقولي راكي درتي فيه زعفران. وانا ما درت فيه والو، درت فيه غير راس الحانوت ودرت فيه الملح، هذا ما كان. حتى راس الحانوت فيه الحرار، ما درتش الحرار، كاين في راس الحانوت. وهنا الزيتون كما راكم تشوفوها، ولا راني حاطيته للعشاء تاعي المتواضع، والبطاطا كيما هكا، العدس درته في العشاء، كان البرد وراكم عارفين البرد اللي قلاه العدس، اللي قلاه اللوبيا، اللي قلاه شوربه، راكم عارفين. البيوت الجزائريه هذا ما تبغي غير حياه حاميه، مش غير البيوت الجزائريه، يعني كاع الدول العربيه. كما راكم تشوفوا هنا العشاء تاعي المتوسط البسيط، بطاطا وشويه زيتون وشويه عدس، والحمد لله ربي يدومها نعمه يا رب العالمين. المهم اللي وصلت معايا هنا، ما تنساونيش خواتاتي بالجيم والاشتراك لدعم الفائده. وان شاء الله يكون عجبكم هذا الروتين المتواضع، يعني اي بيوت جزائريه ديرها في الدار. بغيت نشارك معكم روتيناتي اليوميه البسيطه. المهم مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.